كيفاش سرق لينا نص المغرب بسبب الجزائر، وكيفاش فرنسا نصبت علينا في إسلي. داك الشيء اللي ما قراوكش. المغربي من نهار كيحل عينيه كيتربى على مبدا واحد: الضيف، ضيف الله. هذه ماشي غير كلمه، هذا عاد وتراث كيسري في عروقنا. المغربي يقدر يفرط في كل شيء، ولكن حاشا واش يفرط في اللي استجار ببابو او يبيع اللي طلب حمايته. هذه هي النفس اللي كتمشي عليها هاد البلاد من قرون. هاد القيم المغربيه الاصيله هي اللي حطات الامبراطوريه المغربيه الشريفه في 1844 قدام اصعب امتحان في تاريخها المعاصر. نهار خيراتنا القوى الاستعماريه بين السلامه ديال حدودنا وبين الغدر بالجار اللي لاجأ عندنا. القرار المغربي كان واحد: الوفاء بالعهد مهما كان الثمن. بزاف فيكم سمعتوا على معركه إسلي، ولكن دابا غنساو كاع داكشي اللي شفتوا في يوتيوب من قبل. هاد المره غنغوصوا في تفاصيل عمرها تذكرات. شنو تقال في كواليس القصر، شنو لقات فرنسا في خيمه ولد السلطان، وكيفاش تفرشات الطبخه ديال لاله مغنيه باش تخنق المغرب 200 عام القدام. إسلي ماشي كأرقام وتواريخ، بل كأنكم وسط البارود. غنكتشفوا نكران الجميل بالوثائق اللي كانت مخبيه في الارشيف وباسلوب غيخليك تحس بوقار التاريخ وحرقه الغدر. ريح مزيان وركز معايا، حيت اللي غتسمع اليوم غيغير النظره ديالك لكل شيء. اخوان، باش تفهموا الفيلم ديال إسلي وعلاش المغرب وصل لهاد الحاله، خاصنا نرجعوا شويه بالزمان اللور 1830. تخيلوا معايا العالم كله كان كيغلي، فرنسا حطات رجليها في الجزائر، والعثمانيين اللي كانوا تما غير شموا ريحه البارود هزوا صباطهم وهربوا لتركيا وخلاو الشعب يواجه مصيره بوحده. شكون اللي بقاو القبائل والزوايا، وعلى راسهم واحد الشاب مقاتل سميتو عبد القادر. هاد السيد ملي لقى راسو محاصر والعدو وراه والبحر قدامه، فين غيشوف؟ شاف في جهه الغرب، شاف دار الضمانه، شاف الامبراطوريه الشريفه اللي عمرها سدات بابها في وجه مضيوم. وهنا غنكتشف لكم اول مره شنو وقع ورا الحيط ديال القصر السلطاني. السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام اللي كان كيحكم الامبراطوريه المغربيه ديك الساعه، وصلوه رسائل من كل القنت. ركزوا معايا في هذا الديتاي. الوزراء ديالو والعلماء انقسموا لجوج. كاين اللي قال ليه: يا سلطان، انا فرنسا قوه عظمى وعندها المدافع، والشرع كيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سلمهم هذا الامير وفكنا من الصداع. ولكن في الجانب الاخر ناضوا علماء فاس ومكناس وقالوا ليه: الا الا سلمنا الجار والضيف غتمشي الهبه ديال العرش وغنسقطوا من عين الله ومن عين التاريخ. السلطان بقى ليالي كيهرس راسو بالتفكير، واش يفكر راسو يقول تخطي راسي وتجي فين ما بغات تجي، ولا يغامر بلادو على قبل كلمه الرجوله والوفاء بالعهد. القرار كان هو: الضيف ما كيتسلمش ولو على رقبتنا. وباش تعرفوا بلي هذا القرار كان عنده سند شعبي، راه سكان تلمسان والقبائل اللي دايره بها ملي هربوا العثمانيين صيفطوا وفد كيجري لمكناس، صيفطوا بيعه رسميه مكتوبه بالخط المغربي كيطلبوا من السلطان يولي هو الحاكم ديالهم ويحميهم من فرنسا. بطبيعه الحال السلطان ما كذبش الخبر، صيفط لهم القائد المغربي دريس بن ناصر وترفعات الرايه المغربيه الحمراء في جوامع تلمسان. يعني تاريخيا المغرب كان كيلبي النداء ديال الاستغاثه ديال خوتو اللي تخلاو عليهم العثمانيين. سؤال لكم دابا: واش كنتي كتعرف بلي تلمسان بيعات المغرب طلب من اهلها؟ كتب لي واحد في التعليقات الا كنتي عارفها، وجوج الى اول مره كتسمعها وصدماتك. وباش ما تسحبوش باللي غير السلطان اللي كان باغي هذا الشيء، الشعب المغربي حتى هو كان طايب بالغيره. في الاسواق ناضوا الحرفيين كيديروا الشوربه ويجمعوا الفلوس، العيالات كانوا كيحيدوا دبالجهم باش يشريو بهم البارود الامير عبد القادر. المغاربه كانوا كيشوفوا الحرب في الجزائر هي حرب على دارهم، يعني الخوا حنا اللي سقيناها بدمنا وفلوسنا قبل ما تولي شعارات خاويه اللي كنسمعوا دابا. ولكن فرنسا كانت كتلعب الخزيت، صيفطات جواسيس كيهضروا بالدارجه المغربيه بطلاقه بحال ليون روش اللي دخل حتى لقلب المقاومه وبقى كيوصل الخبار باللي المغرب راه كيهيئ الجهاد عالمي. الجاسوس هو اللي قال لفرنسا: الا بغيتوا تهرسوا عبد القادر خصكم تهرسوا السبع اللي حاميه، خصكم تضربوا المغرب في قلبه حيت تما كاين السند والحمايه. فرنسا بدات كتحرش بالمغرب، حرقت المحاصيل وقالت للمغرب: سلم لينا عبد القادر. المغرب جاوب بجمله وحده بقات مسجله بماء الذهب: هذا مستجير بينا والمغربي ما كيسلمش الضيف ديالو. هنا فرنسا عرفات باللي الهضره ما بقاش غتقضيو، وقررت تبدا اللعب ديال الصح، وبدات بالبحر، ضربات طنجه والصويره وتفرقعات الرمانه. واش واجدين الفصل الثاني؟ غنشوفوا الروينه اللي ناضت في السواحل المغربيه، كيفاش واجهنا اقوى اسطول بحري في العالم بوحدنا الخوت بوحدنا.
ملي فرنسا شافت بلي السلطان مولاي عبد الرحمن ما بغاش يبيع الضيف ديالو، عرفات بلي الهضره الخاويه ما غتقضي حتى حاجه مع الامبراطوريه ضاربه عروقها وجذورها في التاريخ. نقرر الجنرال بيجو يغير الخطه، قال لهم الا بغينا نركعوا المغرب خاصنا نضربوه في الرئه ديالو، يعني الموانئ. ولد الحرام، فرنسا كانت كتحلم تسيطر على التجاره والبحر، وقررت تصيفط اقوى اسطول عندها لواحد من اقدم المدن في العالم، مدينه طنجه. قبل ما تبدا المدافع تهضر، فرنسا صيفطات اخر انذار للمغرب، سلمونا الامير عبد القادر وفكوا هذا الارتباط مع المقاومه بين قوسين الجزائريه، ولا غنمسحوا موانئكم من الخريطه. هنا كاينه المعلومه اللي خاصك تعرف، السلطان المغربي رغم انه كان كيشوف السفن الفرنسيه العملاقه قدام عينيه جاوبهم برزانه: المغرب لا يبيع عهده. سمعتوا الكراغله؟ المغرب لا يبيع عهده. تعلموا. شفتوا المغرب شنو دار على قبلكم؟ في الساغوش 1844 بدات المدافع الفرنسيه كتحصد. فرنسا سحبت لها باللي طنجه غترفع الرايه البيضاء في ساعه، ولكن المفاجاه هي ان البطاريات المغربيه بقات كترد لاخر لحظه، والناس ما هربوش من المدينه بل بقاو شادين في الارض كيتسناو المواجهه البريه. هما المغاربه. فرنسا ما اكتفاتش بطنجه، هبطات حتى لموغادور الصويره حاليا، حيت كانت هي القلب التجاري ديال المغرب. وهنا وقعت قصه كتحبس الانفاس. اسطول فرنسي بقياده الامير جوانفيل حاصر جزيره الصويره. التفصيل اللي غيصدمك، الجزيرة كان كيدافع عليها 320 بطل مغربي من قبائل حاحة والمخازنية، وهاد الرجال رغم القصف العنيف من السفن رفضوا يستسلموا، بقاو كيقاوموا لدرجة ان الفرنسيين اضطروا يديروا انزال بري. ملي دخلوا الفرنسيين الجزيرة لقاو الرجال كيقابلوا الموت بابتسامة، والقتال كان زنقة لدرجة ان الامير الفرنسي بيدو كتب في المذكرات ديالو باللي انه انبهر بشجاعة المغاربة اللي فضلوا الموت على الاستسلام. بزاف فيكم كيسولوا فين كانت بريطانيا، ياك كانت حليفه ديالنا. الحقيقه المره اللي خاصك تعرفها هي ان بريطانيا كانت كتلعب لعبه خبيثه، كانت كتقول للمغرب انا معك، من جهه اخرى كانت دايره اتفاق مع فرنسا باش تطلق لها اليد في المغرب مقابل مصالح اخرى. بريطانيا خلات فرنسا تهرس الهيبه البحريه ديال المغرب باش نوليو محتاجين ليهم من بعد. هذه كانت اول طعنه في ظهر من الاصدقاء قبل الاعداء. فرنسا ضربات من البحر، ولكن لقات باللي المغرب صلب. هنا الجنرال بيجو فهم باللي القصه غتحسم في البر، وبالضبط على ضفاف وادي اسلي حدا وجده، تما فين غادي توقع الروينه، وتما فين غتبلبل، وتما غنكتشف لكم شنو لقات فرنسا في خيمات ولد السلطان. شنو هي الطبخه اللي دارت باش نتحرموا من اراضينا لليوم؟ سؤال لكم قبل ما ندوزو للبارود ديال بصح، واش في نظركم لو كان المغرب عنده اسطول بحري عصري واش كانت فرنسا غتجرأ تضرب طنجه؟ كتبوا لي ارائكم، راه النقاش تحت الفيديو غادي يكون ممتع. من بعد فرنسا ما ضربت الموانئ المغربيه وما قدرتش تكثر النفس ديال المغاربه. الجنرال بيجو هنا عرف باللي الحسم غيكون في البر، جمع جيش نظامي مدرب احترافي مسلح باخر ما كاين في ذاك الزمان. في الجهه الاخرى الجيش المغربي كان كيتجمع قرب وجده، وبالضبط على ضفاف وادي اسلي. المغاربه جاوا من كل قنت، من كل بقاع المغرب، متطوعين، قبائل وفرسان، كل شيء جاي بدافع واحد: الدفاع على حرمه البلاد والضيف اللي استجار بينا. نهار 14 غشت 1844 بدات المعركه اللي غتغير وجه التاريخ. فرنسا جات بتكتيك صدم العالم ديك الساعه، كيتسمى مربع الموشات. ركزوا معايا في هذه الصدمه. العسكر ديال فرنسا دايرين مربعات بشريه، المدافع في الوسط، والقرطاس كيخرج من كل جهه. الخيال المغاربه بشجاعه انتحاريه كانوا كيهجموا بصدورهم على المدافع. تخيلوا الخوت تهجم بالصدر ديالك ديريكت كنت كتواجه المدافع. الامير سيدي محمد القراصو في وضعيه صعيبه، حيت الجيش كان كبير حوالي 50,000 ولكن ما منظمش للاسف، بينما فرنسا كانت قليله 11,000 ولكن منظمه بحال الماكينه. ملي تراجع الجيش المغربي الفرنساويين دخلوا المخيم السلطاني ولقاو كنز استغلوه باش يدلونا قدام العالم. اول شيء اللي سحب لهم، اولا لقاو المظله السلطانيه والخيمه السلطانيه وعربه السلطان. هذه كانت في نظرهم الرمز ديال سياده المغرب، وملي كيطيح
في يد العدو كأن الدولة طاحت. هذه هي الفكرة اللي عندهم. ثانيا لقاو الخزنة والرسائل السرية اللي استعملتها فرنسا من بعد باش تضغط على المغرب دبلوماسيا وتفرض عليه شروطها القاسية. المغرب عن طريق وزارة الثقافة ومديرية الوثائق الملكية ديما كيطالب باسترجاع الارشيف المغربي والقطع الاثريه، وهذا المظله من بينها والقطع اللي اتخذت في معركه إسلي كاينه حاليا في متحف لي زانفاليد في باريس. وهنا غنكشف لكم اخطر طبخه دارت في التاريخ المغربي، معاهده لاله مغنيه في 1845. ركزوا معايا في هذه النصبه القانونيه. المفاوض المغربي حميد الشجاعي كان كيهضر بالنيه ومنطق القبائل، والفرنسي كان حاط قدامه خرائط مدروسه بالسنتيمتر. فرنسا رسمت الحدود بوضوح من البحر حتى لتنية الساسي شمالا، ولكن ملي وصلوا للصحراء الشرقيه استعملوا لغه خبيثه. قالوا المغاربه هذيك غير ارض خلا، ما كاين لا ماء لا زرع، ما كاين لاش نعيو راسنا برسم هذيك الحدود. المفوض المغربي وقع بالنيه وهو ما عارفش باللي فرنسا خلات الحدود الضبابيه عمدا. علاش؟ باش تاكل اراضي المغرب طرف بالطرف. توات، بشار، تندوف، القنادسه وهلم جره، وتضمها للجزائر اللي كانت كتعتبرها فرنسا مقاطعه فرنسيه للابد. هذيك الضبابيه هي اللي خلاتنا اليوم في هذا الصداع اللي ما كيساليش. فرنسا نصبت علينا فوق الطابله بالخريطه اكثر مما غلباتنا بالبارود. خسرنا هيبتنا العسكريه حيت وفينا بعادنا للضيف، ولكن ربحنا السمعه ديال المغربي اللي كتميزنا اليوم، النيه والمعقول والوفاء بالعهود. الخلاصه الخوت، الحدود المرسومه بالمسطره فوق الورق كتبقى ديما ضعيفه قدام الحدود اللي مرسومه بالدم والبيعه في قلوب الناس. بزاف كيسحب لهم باللي إسلي كانت هي النهايه، ولكن في الحقيقه كانت هي الصدمه اللي فيقات الامبراطوريه المغربيه. المغربي ما كيطيحش، كيتعثر باش يخفق اكثر من الاول. نور هذه المعركه السلطان مولاي عبد الرحمن وولده سيدي محمد فهموا باللي الزمان تبدل وباللي النيه والبارود التقليدي ما بقاوش كافيين قدام عالم كيامن غير بالقوه. المغرب ما بقاش كيتفرج. مورا إسلي دات اول حركات الاصلاح الحقيقيه. السلطان صيفط بعثات طلابيه لاوروبا باش يتعلموا الصناعه، الهندسه وفنون الحرب العصريه. بنينا مصنع البارود بمراكش، الماكينه، وحاولنا نحدثوا للجيش. ركزوا معايا في هذه النقطه. التطور كله كان بسبب داك الوجع اللي حسينا به في واد إسلي، يعني التضحيه اللي درناها على قبل الجيران واخا كانت غاليه خلاتنا نشوفوا عيوبنا في المرايه ونبداو نبنيو مغرب جديد. اليوم ملي كتشوفوا الجحود ونكران الجميل، وملي كتسمعوا اصوات كتحاول تزور التاريخ وتقول باللي المغرب غدر، المغرب فعل، كنرجعوا لهاد الوثائق. التاريخ كيقول باللي المغرب خسر سيادته على الاراضي الشاسعه الصحراء الشرقيه المغربيه غير حيت رفض يسلم مقاوم جزائري. التاريخ كيقول باللي المظله السلطانيه تنهبات حيت المغربي ما عرفش يهرب وخلى الصدر ديالو كيواجه المدافع. والرساله اللي بغيت نخلي لكم في الاخير، القوه ماشي هي شحال عندك ديال المدافع، القوه هي شحال عندك ديال التاريخ في ظهرك. حنا امه عندها جذور، واللي عنده الجذور واخا الريح يميلو عمرو ما يطيح. هذه هي الرساله اللي بغيت توصل لاولادنا. حنا امه ما كنغدروش، حنا امه كتبني امجادها بالوفاء بالعهد، واخا يكون الثمن هو الدم والارض. والحدود اللي رسمتها فرنسا بالغدر في لاله مغنيه غتبقى ديما شاهده على شكون اللي عطى وشكون اللي خدا ونكر. وصلنا لنهايه هذه الرحله التاريخيه، كنتمنى نكون وفيت بالوعد ووصلت لكم داكشي اللي مخبي وسط الرفوف. معركه إسلي ماشي ذكرى للهزيمه، هذه وسام ديال الرجوله المغربيه اللي غتبقى محفوره في ذاكره الزمان. الا وصلتي لهاد الدقيقه كنبغيك تكتب لي في التعليقات كلمه تمغربيت باش نعرف الرجال والنساء اللي كيهمهم تاريخ بلادهم بصح. ما تنساش تبارطاجي الفيديو. الا خطأنا في شي حاجه الخوت سمحوا لينا، وما تنساش تبارطاجي الفيديو حيت المعلومه هي السلاح ديالنا اليوم. خوتي خواتاتي، حلقه اليوم سالات، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. ما تنسوش عطيونا لايك، تشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. كان معكم خوكم محمد، قناتكم الموريسكي، والسلام عليكم.